السلام عليكم خوتي، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة ان شاء الله باذن الله. مغربي بلا زواق، اخر نهار في سنة 2025، نتمنى ان شاء الله بالله تكون سنة مليئة بالافراح والمسرات، وتمشي سنة 2025 بالهموم والاحزان والمشاكل وكل ما يؤول الى ذلك من سلبيات ان شاء الله باذن الله، وتعم علينا الفرحة والنشاط والافراح والمسرات في سنة 2026 ان شاء الله باذن الله. فرحنا، يعني 2025 كانت مليئة جدا بمسرات كروية، يعني انجازات كروية. نشوفوا بعض الانجازات للمنتخب الوطني، سواء النساء، سواء الU20، سواء الU17، سواء العرب محليين الرديف، كل شيء. وحاليا ان شاء الله بالله غادين في المسيره ديال الفريق الوطني المغربي او المنتخب الوطني المغربي الاول بسياده سي فوزي القجع، وكذلك المدرب والناخب الوطني وليد الركراكي ان شاء الله باذن الله. وحنا حاليا عندنا ماتش مقبل باذن الله في الرباط، ملعب او مركب الامير مولاي عبد الله، يوم الاحد على الساعه 5 مساء بتوقيت المغرب. في هذا التقدم وفي هذه الافراح وفي هذا يعني لا ريفولوسيون، يعني اللي حنا غاديين على قوه الله كبار، عندنا اعداء، وهاد الاعداء غنرجعوا لهم من بعد اذان او من بعد صلاه الظهر ان شاء الله بالله. تقبل الله منا ومنكم بحول الله. عدنا والعود احمد، الحمد لله، تقبل الله منا ومنكم اجمعين ان شاء الله بالله. كما قلنا عندنا حساد وحقاد. كنهضر على الدراجي، حفيظ الدراجي هو معلق. دونك هذا المعلق هذا في الكاف 2025 اللي هو منظم حاليا في المغرب، حبسوه لانه ما نطولش، ما نهضرش بزاف، خليكم تسمعوا هذا الفيديو هذه. اسمع. رسميا متابعينا الكرام، تم توقيف حفيظ الدراجي المعلق الجزائري من تعليق على مباريات كأس إفريقيا في المغرب بسبب منشورات نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي عن إساءته لملاعب المغرب، بذلك لن يعلق في كأس إفريقيا. وهذا الشيء توقف لأنه أساء لتنظيم وملاعب المغرب. هذا الشيء قلنا الدراجي